إحنا ما بقيناش فاهمين إيه اللي بيحصل النهاردة في المجتمع. هل الإنسان بقى عصبي بزيادة توصلنا للجرايم البشعة اللي إحنا بقينا بنشوفها النهاردة؟ هل بقينا النهاردة الموقف يستدعي إن مشكلة صغيرة قد كده ممكن تتحل بكلمتين وديين بين شخصين تتحول لجريمة قتل بكل بساطة وبكل سهولة وبدم بارد كده زي ما إحنا بنقول؟ هل الكوارث اللي إحنا بقينا بنشوفها النهاردة بقى ده الطبيعي اللي إحنا نسكت ونتعايش معاه ونرضى إن ده خلاص بقى أمر واقع؟ وهل الجيل يا دكتور اللي بيشوف الكلام ده النهاردة هيعتاد إن هو يشوف إن ده العادي ويكبروا على كده؟ إحنا جايين منين ورايحين على فين النهاردة؟ متشكر جدا انك انت اهتميتي بالموضوع ده دلوقتي في ظل وجود عدد كبير جدا من الجرائم اللي بصراحه ما كناش معتادين عليها ولا كنا معتادين لرد الفعل ده. ولكن لما سالت الليمبي المذيعه قالت له انت ليه بقيت بلطجي، يعني ليه بقيت مجرم، قال لها ايه؟ مصاحب علي علوكة واشرف واشرف كخ عايزين نطلع عايزين ابقى طيار. طيار. دي جايه منين الحته دي؟ جايه من نقول لها ان المجتمع اللي انا فيه جواه، البيئه اللي انا فيها فرضت عليا كده، فرضت عليا ان انا اطلع مجرم. اذا الانسان برد فعله بسلوكياته هو نتاج، هو سفنجه بيمص اللي شايفه قدامه ويطلعه في صوره ايه؟ افعال وسلوكيات. صحيح، مرايه. احنا مراية. دايما بنقول ان مرايه. حلو قوي. طب انا دلوقتي بالظبط زي ما اتكلمنا قبل كده على صحه الجسم والامراض بتحصل ليه، بنقول انه الصحه النفسيه والعقليه برضو بتمرض نتيجه عوامل. هل دي اسباب ولا عوامل؟ اسمها عوامل. ليه؟ لانها لم تترك احد. يعني الجريمه بقت موجوده في الغني وفي الفقير وفي المتدين والغير متدين والوساطه الاجتماعيه، الصعيد وبحري وفي كل مكان. يعني لو قعدت تعديد الجرائم اللي في الكام سنه الاخيره هتلاقي ما بين اصحاب جامعات وما بين الناس فقراء في مجتمع مش غني قوي وما بين ناس في كذا، وبتحصل في الساحل وبتحصل في الصعيد. اذا هي ايه؟ مش متوقفه على عامل معين، ولكنها بيسموها مالتي فاكتوريال، عوامل كتير جدا. التربيه، البيئه المحيطه بيه والناس المجاور ليهم اللي بيسموها الصحبه اللي حواليه، الوسط صحيح. اللي هو فيه، العادات اللي السلوكيات اللي بياخدها، بيشرب مخدرات او نوع معين من المخدرات بيخليه بيغيب عن الوعي، لديه خلل في التفكير بتاعه ولا لا. طيب عايش نمط حياه عامل ازاي؟ بيخرج ويتفسح، بيلعب رياضه، بيسافر، بيروح بيجي. كل دي سلوكيات ادت الى عنف في رد الفعل على الجريمه، عنف في ارتكاب الجريمه بشكل بشع. يعني لو انت متضايق من حد او في بينك وبينه مشكله، في الاول كنت ايه؟ تقعد تتكلم، تتعاتب صلح. هقول لك ليك فلوس اسرقه مثلا، سرقته. طب انت رايح مثلا في جريمه معينه من اللي حصلت قريب، ليه ما خدتش العربيه وخدت الذهب من البنات فرضا؟ لا، ده انا اقتل بدم بارد. كمان السيده برضو اللي ارتكبت جريمه في حق امها، كل ده احنا مالناش دعوه بالملابسات ايه، ولكن الرد الفعل نفسه بقى قاسي جدا. ده معناه ان نفسيه المواطن اختلفت تماما، ما كناش كده.